في رجالة شكلهم بخيل، ما بيخرجوش، ما بيجيبوش هدايا، بيحسبوا كل جنيه، ومراتهم بيقولوا ده بخيل، حاسب عليا، مش مقدراني. بس هل كل واحد بيحسب الفلوس يبقى بخيل؟ القصة اللي هحكيها لكم النهاردة عن زوجة كانت فاكرة جوزها أبخل واحد في الدنيا، لحد ما اكتشفت حاجة خلتها تعيط وتقول أنا ظلمتك. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص. أهلاً يا أحبابي في حلقة جديدة من حكايات من البيوت. القصة دي بعتها شاب وقال لي احكيها عشان الناس تعرف إن مش كل واحد ساكت يبقى وحش. غيرنا الأسامي وخلونا نسمي بطلة قصتنا سارة. سارة بنت جميلة في 25، اتجوزت من محمود، موظف دخله على قد حاله. في أول الجواز كانت مبسوطة، بس بعد كام شهر بدأت تلاحظ حاجة غريبة. محمود ما بيصرفش كتير، مفيش خروجات، مفيش هدايا، حتى الأكل بيحسبه. سارة قالت له: يا محمود، إحنا مش عايشين ليه؟ حتى خروجة حلوة مفيش. محمود يبتسم ويقول: اصبري يا سارة، كله هيبقى كويس. بس سارة ما كانتش فاهمة. سارة بدأت تتضايق، كل ما تشوف صحابها جوزها بيجيب لهم هدايا، بيسافروا، بيخرجوا، ترجع البيت تبص لمحمود وتقول في نفسها: أنا اتجوزت بخيل. في مرة قالت له بعصبية: أنت عمرك ما جبت لي هدية، أنا مش مهم عندك؟ محمود سكت، وبعد شوية قال: أنت أهم حاجة عندي يا سارة. بس سارة ما اقتنعتش. المشاكل زادت والكلام بقى يوجع، لحد ما في يوم سارة قالت: أنا ندمانة إني اتجوزتك. محمود بص في الأرض وما ردش. في يوم سارة كانت بتدور على ورق في درج مكتب محمود، لقت ملف، فتحته، لقت تقارير طبية باسم بنت صغيرة اسمها نور، ومعاها إيصالات تحويل شهري بمبالغ كبيرة. سارة اتصدمت، مين نور دي؟ لما محمود رجع واجهته: انت بتصرف على مين ومخبي عني ليه؟ محمود سكت، وبعدين قال بصوت مكسور: دي أختي الصغيرة يا سارة، عندها مرض خطير وأنا المسؤول عنها بعد وفاة أبويا. كل فلوسي بتروح على علاجها، وكنت خايفة أقولك تحسي إني مقصر معاكي. سارة وقفت مكانها، مش قادرة تستوعب. يعني كل ده مش بخل؟ محمود: لأ، ده عشان أنقذ حياة أختي. سارة قعدت تعيط، افتكرت كل كلمة قالتها، كل مرة اتهمته بالبخل، كل مرة جرحته. الراجل ده كان بيحرم نفسه عشان ينقذ أخته، وهي كانت شايفاه بخيل. سارة قربت منه وقالت وهي بتبكي: سامحني يا محمود، أنا ظلمتك. محمود ابتسم بحزن: انتي ما تعرفيش وأنا ما حكيتش. سارة قالت: من النهاردة نور تبقى أختي، وعلاجها مسؤوليتي أنا كمان. محمود لأول مرة حس إن حد فهمه. يا جماعة، مش كل حد ساكت يبقى مقصر، ومش كل حد بيحسب الفلوس يبقى بخيل. ساعات في ناس شايلة هموم أكبر بكتير من اللي انت شايفه. ربنا قال: إن بعض الظن إثم. يعني ممكن تظلم إنسان بكلمة أو حكم وإنت مش فاهم قصته. قبل ما تحكم
اسأل. قبل ما تجرح، افهم. دلوقتي سارة بقت بتشتغل وبتساعد جوزها في علاج نور، وبدل ما تقول انت بخيل بقت تقول أنا فخورة بيك. فكر معايا، كم مرة حكمت على حد وانت مش فاهمه؟ سيب لي كومنت وقول لي رأيك، ولو القصة لمستك لايك، اشتراك، جرس، وشيرها، يمكن تكون سبب إن حد يفهم شريك حياته قبل ما يخسره. أستودعكم الله. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص.